كيفكن؟ بما انه هلأ موسم الصيام فحبيت نزل هيدي الوصفة اللي هي كتير طيبة، صفوف بدبس الخروب. اول شي بنغلي ينسون بنحطن على جنب ليبردوا. بجاط بنحط كبايتين طحين وفوقن كبايتين فرخة، يعني سميد الناعم الناعم. نرجع نزيد عليهم ملعقة كبيرة بيكنج باودر، كل النواشف بنحطها مع بعضها. نرجع بنحط رشة ملح وكباية سكر، نخلط النواشف مع بعض. نرجع بنزيد عليهم هلأ السوائل. نحتاج ل 1 كوب ينسون اللي غليناه واللي بارد. نرجع بنحط 3/4 كباية مي عادي، وفينا نكفي كمان الكمية كلها ينسون، كمان بيطلع طيب. بنرجع بنزيد عليهم آخر شي 3/4 كوب زيت. بنرجع كمان آخر شي بنفس الكوب نحط كباية دبس خروب، بنحطها يعني بكباية الزيت هيك بينزلوا دغري وبنخلطهم. هلا الخليط صار جاهز، نخلطه كتير منيح مع بعضه لحتى هيك نحسه انه صار كله بيطلع هو شوي جامد. منحرك ومنحرك لحتى نحصل على هيدا القوام، ما يعود مبين ألوان تانية غير كلهم صاروا لون واحد. منجيب صينية بنحط فيها طحينة وبنحط الخليط بقلب الصينية. بنحمل الفرن أكيد على 180 وبنحطه بالفرن من تحت. أخد معي 3/4 ساعة تقريبا من تحت. هيك شكله بس يكون جاهز. ما ضروري نحمر الوجه لأنه هو هيك تحسوه مثل الكيك، يعني بنشكه بس يكون ناشف بكون استوى. بنتركها تبرد. كتير كتير طيبة. وبتحطوا إذا بدكم بكيس كريمة شوية دبس وبنعمل هيك أشكال على الوجه. كتير طيب هيدا الصنف وجربوه رح كتير بتحبوه. وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو. باي باي.